السجن. ايه رئيس الجمهورية بيضرب كف بكف اهو. انا اضمنهم لك الناس دي. يا استاذ ابراهيم، وليكم كلكم اللي بتتكلموا عن الرأي وتوعية الناس، بتتكلموا على الرأي وتوعية الناس. يا سيادة الرئيس، ده التنوع والتعدد والاختلاف المشروع والمطلوب والمفروض، ويبقى بدون هذا الاختلاف والتراحم في الرأي مع الود والمحبة والإيمان الحقيقي بوطنية كل الأطراف، ده اللي هيخلينا نتقدم. انما لا انا بصادر على ابراهيم ولا ابراهيم بيصادر عليا، احنا بنتناور وبنتشاور، طيب. بنتحاور. لكن انا بس عايز بخصوص المعلومه يا استاذ اسامه، لان دي حاجه مهمه، انا بتكلم عن المعلومات سريعا عشان احنا خدنا حق الباقي المتحدثين. في كتاب وصحفيين مسجونين في مصر دلوقتي بقانون العقوبات اللي انتوا بتتكلموا عنه عايز يتفعل، وما فيش دوله في الدنيا بتسجن في جرائم النشر غير 3 دول أو 4 دول في العالم، للأسف كلها دول مستبدة وديكتاتورية. ولا يجب أن تكون مصر اللي احنا نتطلب ونحلم ونتمنى أن تكون دولة دستورية ديمقراطية تكون من ضمن هذه الدول اللي بتسجن في جرائم النشر. عاقبوا كما يعاقب العالم المتحضر، اعملوا لهم مليون جنيه تعويض، افرضوا عليهم غرامات مليون جنيه، 20 مليون، اقفلوا وسائلهم. انما لا يوجد عقوبات سالبه للحريه في اي دوله متقدمه في العالم. من الصعب جدا ان يقف اعلاميون ليطالبوا بعقوبه سالبه للحريه لصحفيين وكتاب. يا جماعه ما ينفعش ده. المفروض هنا نطلب العفو عن اسلام بحيري وعن احمد خالد وعن كل هؤلاء، مش ان احنا نقول مزيد من التقييد. النقطة القانونية اللي احنا بنتكلم فيها، مفيش قانون في الدنيا بيصدر يعني